مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل تورتة شوكولاتة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منكم لا وقت ولا جهد. وهعمل لكم معاها شوية صوصات كده هتعجبكم جدا. وطريقة تشكيلها هتبقى بسيطة قوي. وازاي هتعمليها زي طعم بره، حاجة كده خفيفة وهشة وفلافي وطعمها جميل. ولو حصل فيها اي مشكلة ازاي تحوليها لوحة فنية. يلا نبدأ ونشوف عملناها مع بعض ازاي. هنسمي الله ونبدأ على طول. معايا 4 بيضات اديتهم ذرة ملح ورشة من الفانيليا. وبعد كده المضرب الكهربائي وهشتغل. هبتدي أخفق كويس جدا باتجاه واحد لحد ما القوام يبقى شوية هش كده مرتفع. في الوقت ده هبتدي أنزل بكوباية من السكر، وأنزل بيها بالتدريج. دي أفضل حاجة عشان أضمن إن هي دابت كويس وتطلعني فوليوم كده محترم. واحنا شغالين هبتدي أضيف معلقتين كبار أو ربع فنجان من الزيت. وهكمل خفق لحد ما القوام يتكثف ويعلى معايا يبقى فلافي كده. هنا هضيف كوبايتين كبار من الدقيق، نفس مقدار معيار كوباية السكر بالظبط. وانخل كويس جدا. الخطوة دي مهمة عشان الكيكة تطلع معانا هشة كده وخفيفة. هضيف بقى كيس من بيكنج باودر او كيك شيف، اي محسن كيك المتواجد عندنا، هي مادة رافعة وبس. بعد كده نص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني، ده نوع ممتاز بيديها طعم الشوكولاتة بقى حلوة جدا بدون سكر، عشان تبقوا عارفين تظبطوا مقدار السكر. وبعد كده هبتدي بمعلقة أو سباتيولا أنا أقلب بالراحة خالص من تحت لفوق بالبطيء، بس أنا مسرعة شوية. وبعد كده هضيف ربع فنجان من المية الدافية. وهكمل تقليب كده لحد ما كل الحاجات تتداخل مع بعض. المية الدافية بتعزز إن المكونات تتفاعل مع بعض أسرع. كده القوام بقى مظبوط ما شاء الله ممتاز. هكون مجهزة صينية مبطناها بورقة زبدة وهنزل بالخليط بتاعي. وهكون مجهزة الفرن قبلها ومسخناه كويس جدا. هخبط عشان اخرج اي فقاعات وهدخلها الفرن. ده شكلها بعد ما خرجت هغطيها واسيبها تبرد. في الوقت ده هنجهز خليط او صوص الكراميل. كوباية على نار متوسطة وهنزل بالسكر. وبعدين أول ما يبتدي يسيح هبتدي أحركه بالسباتيولا وأنزل بعد ما يسيح خالص بمعلقتين أو مكعبين من الزبدة. وأقلب كويس جدا بسرعة في اتجاه واحد بالشكل ده. بعد كده هكون مجهزة كوباية من اللبن الدافي وهنزل بالتدريج. ايد بتنزل وايد بتقلب. بعد ما خلاص داب خالص هبتدي انزل كوباية من الكريمة اللباني واخفق كويس جدا. اول ما يغلي هطفي عليه. وطبعا ده القوام من غير اضافة اي مادة رابطة، لا جيلاتين ولا نشا. وانا كنت مجهزة لكم حلقة بالكراميل وصوص الدليتشي والتوفي، هتتفرجوا عليها تعجبكم جدا. وبعد كده عشان احول الصوص يبقى قوامه اتقل بخفق كويس جدا في حالة ان هو يكون بارد. وده القوام بعد ما خلصت. شايفين قوامه حلو قد ايه ما شاء الله. صوص توفي تحفة. وطبعا كل ما يبرد كل ما يتقل والقوام يتعزز. تعالوا بقى نحضر الكريم شانتيه مع بعض. كوباية من الكريمة، كوباية من نص من اللبن لأن الكريمة دي خام. وهضيف لها نص كوباية من الباستري كريم وهخفق كويس. انت هتلاحظوا ان انا ما ضفتش اي سكر عشان لسه هضيف الشوكولاتة اللي انتوا شايفينها دي. النوع اللي زيت ده ممتاز. هو عبارة عن فريرو روشيه وفيها قطع كده من المكسرات طعمها يتجنن بجد. هضيف منها من معلقتين لتلاتة على الكريمة واخفق كويس في اتجاه واحد زي ما متعودين. انا ضفت في الاول معلقتين ما اكتفيتش، حبيت ان انا اضيف التالتة عشان اعزز النكهة. عشان كده ما ضفتش اي سكريات على الكريم شانتيه. واكتفيت بالسكريات اللي موجودة في الشوكولاتة. هدخلها التلاجة وابتدي احضر المكون اللي بعد كده. كوباية من الحليب هضيف عليها، انا عندي بار شوكولاتة دارك هضيف عليها نصها، لان النص التاني هقولكوا واحنا شغالين هنعمل فيه ايه. وضفت كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني عشان يعزز النكهة قوي. وضفت كمان معلقتين من الزيت. وبعد ما رفعته على النار وبرد هضيف له نص كوباية من الكريمة اللباني أو كريم شانتيه حسب المتواجد وهخفق كويس جدا. وده القوام بعد ما خلصت طالع ممتاز. شايفين اللمعة اللي فيه؟ المروار يجنن. تعالوا بقى نشوف الكيك بتاعي بعد ما خلاص غطيت عليه وقعد شوية فترة حلوة كده وبرد. هشيل ورقة الزبدة اللي عليه وابتدي بقى اقطعه. عندكوا طرنش اللي هو الكبير شوية بتاع التورت ده قطعه بيه، مفيش عندك منشار يعني المتواجد اشتغل عليه. المرة دي هنعملها طبقتين اتنين. الطبقة طالعة ما شاء الله جميلة جدا وهشة وخفيفة. والطبقة التانية هبتدي اقلبها العكس عشان اشيل الوش بتاعها، لانه بيبقى فيه اكبر نسبة من زفارة البيض بيبقى مجمعها في الطبقة او القشرة دي. فلازم نتخلص منها وما تكونش مستحبة في التورت. بالطرنش بتاعي ببتدي اخدها كده دوران
بس خلّي بالكم لإنه بيبقى حامي جدًا، يعني ابعدوا صوابعكم عنه، اللي حصلت معايا بصراحة واتبهدلت يعني. هاخد أول طبقة وابتدي أسقيها التشريبة أو التسقية اللي احنا بنجهزها دي حسب ما انتوا عايزين. ممكن كوباية لبن عليها معلقة كبيرة من الشوكولاتة أو معلقة من أي سيرب عندكم، معلقة عسل اللي متواجد، ممكن نسكافيه شوكولاتة اللي انتوا عايزينه. وبعد ما بسقيها بنزل بطبقة من الكريمة اللي احنا عملناها مع بعض. هنا بقى الجو كان حر والنور قاطع فحطيتها في فريم وعشان ما تسيحش مني. وبحط الطبقة التانية وهعمل لها نفس التسقية. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله بعملها بتاعة الفلفل والملح لأن أنا مش موجود، الملاحة اللي عندي هي المتواجدة، التانية مش لاقياها خالص. فإيه الجيش بيقول اتصرف. بعد ما اديتها التشريبة هنزل بطبقة تانية من الكريمة وبالأي سكرابر عندي، وهاساوي كل السطح بالشكل ده. وبعد ما باخرّج الفريم باضبّط الأحرف أو الجوانب بأي حاجة عندي، يعني ممكن بضهر معلقة زي ما أنا شغّالة كده الجيش بيقول اتصرّف. ده النُص التاني من البار اللي كان عندي، بار الشوكولاتة، ابتديت إن أنا أقطّعه شرايح زي ما أنتم شايفين، هنشوف بقى وإحنا شغّالين كده هنزوّق إزاي. وبسكرابر وابتديت إن أنا ألِف كده دوران على الجوانب اللي أنا عملتها. في عندي شوكة اديت شكل كده معرفش ليه من فوق يعني احنا ممكن نكتفي اساسا بالشكل ده وندي روزيتات وخلاص. طبعا انا كنت عاملة معاكم المروار، ما شاء الله القوام بتاعه ممتاز وناجح وفيه الضي زي ما انتم شايفين. هنزل بيه واغطي بيه التورتة. طبعا هنا انا حطها على شبكة وايه تحتها طبق عشان اي زوايد تنزل في الطبق ده ومبهدلش الدنيا. عندي هنا 3 أنواع من الكريمة ممكن نزين بيها، دي كريمة الحشو اللي اشتغلنا عليها، وده الفريرو روشيه زودت لهم معلقتين من الكريم شانتيه وضربته بيهم، وده صوص الدليتشي وهنشوف مع بعض هنعمله ازاي. طبعا هنا هبتدي أجهز بقى كيس الحلواني وحطيت له الشوكولاتة، وده طبعا الدليتشي شايفين شكله جميل قد ايه طالع ممتاز وناجح جدا. طبعا أنا جبت الكراميل وضفت له معلقتين كبار من كريم شانتيه وخفقته كويس طلع القوام ده. وانا اوريدي كنت مديه قبل كده كريمه لباني، فعايزه اقول لكم الطعم يجنن. وبعد ما جهزت القمع ببتدي ادي الشكل اللي انا عايزاه، شايفين انا بوريكم بس القوام طلع مظبوط قد ايه. ادوا بقى الشكل اللي انتوا عايزين. تعالوا بقى اقول لكم على تجربتي وحكايتي يا جماعه. بصراحه وانا شغاله ما كانش في دماغي شكل او طريقه تزيين معينه للتورته، فاديت روزيتات كده عشوائيه. وطبعا النور كان بيقطع كتير والجو حر وانا بصراحة كنت فرهدت يعني. هنستفاد بقى من تجربة النهاردة بإيه؟ إن لا يأس مع الحياة، مهما كانت التورتة طالعة معاكي زومبي وإليانت بالشكل ده ممكن تحوليها بخلة للوحة فنية. طبعا الشوكولاتة المجروشة حطيتها على الأحرف والجوانب. وكده الفيديو خلاص انتهى. كانت معاكم صبا العريشي، ولا اللقاء لفيديو آخر إن شاء الله.